نخش مرمانا هدف وقدرنا نعمل الكلام ده. ضربات الحظ ابتسمت لنا في بعد المباراه وبعد الشوط الثاني. احنا نفوز على الاهلي في ديارنا بهدف مقابل لا شيء، دي حاجه مهمه جدا وحاجه يعني نفتخر بيها. محمد أبرون طبعا المدافع وكابتن فريق المغرب التطواني قال تركزنا في المباراه وفي المقابله، وكان كان لنا فرص في الشوط الثاني وما قدرناش نحرز منها اهداف، واول مره نتاهل المغرب التطواني دوري المجموعات، دي حاجه طبعا مشرفه لنا جدا. طبعا يعني هو احسن لعيب يعتبر بالنسبه لفريق المغرب التطواني، هو اللي بيعمل الشغل كله. يمكن كابتن خالد بيبي وضح ازاي هم كانوا بيستغلوا الحته اللي ورا وليد سليمان، وهو اللي يمكن الفرص اللي جت للمغرب التطواني هو اللي كان بيعملها بنفسه، حتى هي شغل فردي بالنسبه له، لكن طبعا ما كانتش مؤثره زي ما هو كان بيتكلم. ولكن النادي الاهلي صراحه يعني الشوط الثاني انا فعلا حزين عليه وما زلت ان انا اتكلم عليه، لان عدم استغلال 45 دقيقه يا كابتن تامر بدون ان انا احقق الهدف ان انا الثاني او انتقل للمرحله الثانيه بتحقيق هدف ليا، يبقى ده انا بفشل في التارجت بتاعي او الهدف بتاعي. فيعني فعلا شيء